عارفه دي بتشتريها بكام من بره خلطه دي وسعرها كام؟ عارفه اولادك لما يرجعوا من المدرسه تطلعي الكيس ده من الفريزر وتروحي مشوحاه بس وتعملي الاكل ده ثمنه كام؟ لك المفاجاه ان انا ده كمان ان شاء الله هيكون موجود عندي في المنيو، ان كل المنتجات ديت قريب جدا هتكون موجوده على الويب سايت بتاع المصنع، فانا اعملها لك في الفيديو دوت واعمليها وما تشتريهاش مني. عايزه اوريكي جمال عايزه اقول لكم ان شهادتها مجروحه، هي دلوقتي هتدوق، هي دي نص سوا، انا بشيلها كده للولاد. بسم الله. بس والله شهادتي مش مجروحه، هشهد بالحق، هتشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ما كانتش معايا والله، كانت قاعده بره وقلت لها تعالي عشان تدوقي وتقولي رايك. بامانه الله والله في حاجه جديده، انت حاطه حاجه جديده. ما انا هيشوفوها دلوقتي في الفيديو. طب صح، انا والله ما شفتك عملتي حاجه، بس يمين إيه حسبتي عليه قدام ربنا. في نكهه محطوطه جديده، هما هيشوفوها في الفيديو. والله ما شفتها وهي بتعمل حاجه، ده يمين يعني. بس ايه ده؟ بس ايه ده؟ دي بصوا فراخ، صدور فراخ اللهم بارك، نص سوا تطلعيها على التسويه. يلا بينا نبدا، بس نحط لايك. ثواني، ها التتبيله خدت البانيه في حته تانيه. حط لايك حلو للفيديو دوت وشير عشان الكل يستفيد ونقول بسم الله. يلا بينا. اقدم لكم احلى اكلات في الدنيا اقسم بالله. اختي بقى ولازم تقولي كلمتين والله حلوين. انتوا عارفين. اول حاجه كده جيب الطبق، هحط فيه نص كوبايه زيت، انا هنا بحط كميه عشان بعمل كميه فراخ، وهجيب نص كوبايه لبن. فاكرين دبس الفلفل اللي احنا كنا عاملينه مع بعض؟ اسيب لكم اللينك تحت في اول تعليق. دبس الفلفل لما جبناه وخزناه بالشكل ده، بصوا بقاله كام شهر دلوقتي. هنحط منه 3 معالق كبار من الفلفل، حط معلقه صلصه طماطم واحده. عارفين الحبهان هنا عندي حبهان مطحون، حط منه معلقه. فراخ متبله على الطريقه السوريه يعني حبهان مطحون. كمان هحط معلقه بابريكا. قبل كده اتكلمنا قلنا كتير، فراخ يعني فلفل ابيض، معلقه حلوه. كزبره، نص معلقه زعتر، توم باودر وبصل باودر، معلقه كاري كبيره. بالنسبه للملح ما ينفعش ننساه. كل الخلطه ديت تتقلب كويس جدا. بصوا شكل الخلطه بقى عامل ازاي، خطيره. هنا عندي كيلو من صدور الدجاج، انا خليت الراجل قطعها لي سميكه يعني تخينه عشان انا هشويها على الجريل، فلو رفيعه مش هتبقى ظريفه، فخليه يعملها لك كده. هروح نازله بيها هنا اهو، وابدا اغمرها كلها جوه التتبيله بتاعتي. هدخلها بقى التلاجة مش اقل من ساعه. تعالي اوريكي الباقي. هنا عندي كمان كيلو من الشيش طاووق، هستخدم له نفس التتبيله. طبعا انا مش هستخدمه النهارده، هجيب اكياس حفظ الطعام دي وهبدا انزل بالشيش طاووق بتاعي. بقى معايا بالشكل دوت، واقدر اشيله لمده 3 شهور كاملين في التلاجة ما يحصلوش اي حاجه، واطلعه على التسويه على طول، احطه في الاسياخ كشيش طاووق واعمل احلى اكل. بعد كده اجيب الجريل بتاعي انزل فيه بمكعب زبده وكمان حبه صغننين كده من الزيت. بصوا ما شاء الله بقى كده. هنا بصوا البانيه قعد قد ايه بقى في التلاجة وخطير. بعد بقى الجريل بتاعي ما سخن اروح عامله كده اهو، كده اهو، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا اروح بعد كده اروح قافله عليه الجريل بتاعي واسيبه كده لما ياخد التسويه الاولانيه. بصوا بقى كده انا عايزه اشيلها في المرحله دي عشان اخزنها في الكيس، بعد ما تبرد اطلعها اسويها كمان وارجع استخدمها اهي. خلاص بعد ما طلع معايا بقى من الجريل رحت مكيساه في الكيس دوت اهوت، وهبدا احطه في الفريزر يقعد لمده 3 شهور زي ما انتم شايفين كده. دمتم في امان الله واشوفكم على خير. السلام عليكم.